السلام عليكم ورحمة الله اخوة الكرام، تحياتي لكم. اليوم مباركة، الله يدخلكم بالصحة والسلامة والطعمة. اليوم اخوة الكرام ان شاء الله جينا في هذا الفيديو هذا اللي نتكلموا على علاج فراغات في اللحية في الذقن. كما كتعرفوا اخوة الكرام بزاف ديال الشباب عندهم هذا المشكل هذا، وكنت عندي واحد الاخ كان قال لي كيفاش حنا كنعالجوا عندي فراغات في اللحية، الطريقة اللي كنعالجوا فراغات اللحية. يا اخوة الكرام كاين عدة علاجات، بزاف ديال العلاجات باش كنعالجوا حنا هذا المشكل هذا. كاين هاد المنتوج هذا اللي كنت عليه ديك الخطرة اللي هو فعال كيعالجنا مشكل ديال فراغات اللحيه. عندكم هاد المنتوج هذا. كاين زيوت طبيعيه، كاين بحال زيت الثوم اللي هو هذا اخوان اللي كتصايبتو شحال هادي. هاد زيت الثوم اخوان الكرام طريقه صحيحه كيفاش كنديروه اللحيه ديالنا. كندخلوا اخوان الكرام بالليل قبل ما ننعسو كنغسلو وجهنا بالماء الدافئ اللي كيفتح لنا المسام، ولا دير مره الاولى في لتفتيح المسام. نديرو بهاد الطريقه دي اخوة الكرام، بهاد الطريقه فيها واحد الابر كما تعرفوا معايا لتفتيح المسام بهاد الطريقه هادي، وكنمشيو معاها وكنشدو شويه القطن وكنديرو في داك الزيت ديالنا وكنديرو في داك البلايص اللي عندنا فيهم المشكل، وكنبقاو نماسيو الاصابع ديالنا بهاد الطريقه هادي في الذقن ديالنا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، وكيبقى داك الزيت ديالنا اخوة الكرام واحد نص ساعه في اللحيه ديالنا. بعد كنغسلوه بالماء البارد. ما عندكم زيت الثوم، كاين اخوة الكرام زيت الخروع اللي هو طبيعي، اللي فعال اللي كيعالج لنا مشكل ديال فراغات اللحيه. ولا كاين زيت السمسم اخوان، ولا زيت جوز الهند. اخوان عاد نرجعوا لزيت الثوم. بزاف ديال الاخوان تيقول لك حكا كنشد الثومه كنحكها، هذيك طريقه خاطئه، كيدير لكم كذاب. الثومه اخوان ما كنحكوهاش على البشره ديالنا، لا قدر الله تقدر تحرق لنا البشره ديالنا. حيت الثومه اخوان كندوي عليها فيديو سابقا فيها ماده الكبريت. ماده الكبريت اللي كيدمر البشره. حنا ماده الكبريت باش كنهرسوها بزيت الزيتون بهاد الطريقه هادي. اخوان، وواحد النصيحه نوجهها للشباب، ما يبقاوش يحسنوا وجههم بزاف. آلة الحلاقه تكون عندك شي آلة بحال هادي اللي فيها زيرو زوين، ومن شهر لشهر تبقى تحسن وجهك بهاد الطريقه هادي. كيف ما شفتوا معايا بهاد الطريقه هادي باش كيبان لك فعاليه الزيوت الطبيعيه اللي كنديروها اللحيه ديالنا، باش كتبين لينا الفعاليه ديالها. وهاد الطريقه اخوان كنداوموا عليها لمده 2 مرات في السيمانه ولا 3 في الاسبوع، ما بين شهرين حتى 3 اشهر حتى 6 اشهر. المهم كل ما داومت عليها كل ما مزيان، حيت ماشي عادي ديرها اليوم لغدا غتنوض ديك اللحيه، خاصك تداوم عليها اليوم غدا وانت غادي. هذا هو الفيديو اخوان الكرام، نتمنى الله يكون عجبكم. متنساوش تعملوا واحد البارطاج فضلا وليس امرا. اخوان بزاف ديال الشباب عاوتاني تيقول لك حكا راه كنحك الثومه ولا كنحك فرطوطو، ولا هذيك فكره خاطئه اخوان، كيف لكم كذب، هذيك طريقه خاطئه. هذه الطريقه الصحيحه عطيتكم انايا ديال علاج فراغات اللحيه. نتمنى الله الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا معنا. متنساوش تعملوا واحد البارطاج فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله. الفيديو مقبل ان شاء الله.